أنجز الكثير لكرة القدم الجزائرية. أنا أعلم بأن الكل كان يريد التأهل وأن يكون الرياض في قمة مستوى اليوم ويسجل ويصنع، لكن بكل تأكيد هناك بعض الأمور التي لا يمكن السيطرة عليها كلاعب، فكل الأمور كانت ضد رياض وضد لاعبو المنتخب الجزائري. بالحديث عن بيتكوفيتش وعن المباراة بشكل عام، أنا استمعت لمعلومة من إسلام قالها لي قبل المباراة بأن بيتكوفيتش لا يصرح بالتشكيل التي ستشارك قبل بداية المباراة، بل يتركها حتى أو على أقل تقدير يتدرب بها يومين قبل بداية المباراة ويعلم اللاعبين قبلها بيوم أو يومين. هو يترك كل الأمور حتى قبل ساعتين ثلاث في الاجتماع ما قبل المباراة، وهذا الأمر ربما يكون من المدرسة القديمة. المدربين سابقا فكرة اني احفز جميع اللاعبين حتى يكون الكل مستعد، لكن الان الامور اختلفت. انت يجب ان تحصل على انسجام، افكار، كل شيء. حتى اللاعب اللي يشارك يجب ان يكون جاهز لكل الامور التي يشارك فيها. يعني ابراهيم مازم كمهاجم وهمي، آية نوري يشارك، تغيير حارس المرمى قبل مباراة النمسا، والآن هناك تغيير آخر. هناك الكثير من الأمور يجب أن تتغير. أنا من وجهة نظري بأن هذا الأمر ساهم بأن يخلق حالة من الفوضى التكتيكية داخل أرضية الملعب. أيضا عندما أريد أن أقيم مدرب، أريد أن أرى الفريق كيف يدافع عندما يفقد الكرة. هذه النقطة الرئيسية لتقييم عمل مدرب. هجوميا ممكن جودة اللاعبين تنقذك، ممكن جودة اللاعبين تعطيهم حرية ومجال لإظهار إمكانياتهم، لكن دفاعيا هذا عمل مدرب. عندما أشاهد مساحات كبيرة ما بين خط الدفاع وخط الوسط، هنا مشكلة مدرب، هنا مشكلة تكتيكية استغلوها من أول مباراة حتى المباراة الحالية. فهناك الكثير من الأخطاء كان يجب تفاديها، وأعتقد بأن المشكلة حتى أكبر من مشكلة عدم مشاركة مهاجم أم لا، أو اختيار هذا العنصر أو لا. هنا يجب أن ننظر أو ينظر المنتخب الجزائري إلى مصلحته في المقام الأول. يمتلك جودة لاعبين كبيرة، جودة لاعبين قادر على أقل تقدير أن يذهب إلى دور 16. بالتالي السؤال الرئيسي، هل بيتكوفيتش هو المدرب الأصلح لإدارة هذه المجموعة أم لا؟ أنا أعتقد بما شاهدته في بطولة كأس العالم كان بإمكان أفضل مما كان، وكان بمدرب يعرف إمكانيات لاعبينه بشكل جيد. على أقل تقدير بأن تبدأ من الأساس كيف تدافع في بطولة كأس عالم، مستوى عالي، لاعبين بأصحاب جودة عالية، منتخبات أوروبية عريقة تشارك في بطولات كبيرة. فيجب على أقل، وليست فقط منتخبات أوروبية، حتى من أمريكا الجنوبية، من كل القارات، أمام منتخب الأرجنتيني عانى من هذه المشاكل. التفاصيل بسيطة، لكن هذه التفاصيل البسيطة تكلفك خروج من بطولة، تكلفك خسارة جيل، تكلفك خسارة لاعب واعتزال لاعب بقيمة رياض محرز. فأعتقد بأن الأمور يجب أن تتغير في منتخب الجزائر، والبدء بها من بيتكوفيتش. دعونا الآن بعد أن تحدثنا عن بيتكوفيتش نذهب إلى العاصمة الجزائر لنستمع لردود الأفعال مباشرة بعد خروج المنتخب الجزائري من الدور الثاني كأس العالم. مرحبا محمد من جديد. خيبة كبيرة للجماهير الجزائرية هنا في منطقة المشجعين، سيناريو ربما غير منتظر بالنظر إلى المنافس المنتخب السويسري الذي أقصى المنتخب الجزائري في تفاصيل صغيرة. ربما كان الجميع ينتظر رد فعل المنتخب الجزائري الذي عودنا في الشوط الثاني، لكن الأمور لم تكن مثل ما كنا نتوقع. نأخذ بعض ردود الجماهير الجزائرية الحاضرة الآن. كيف وجدتم هذا؟ يعني ما هو تقييمك أولا لأداء المنتخب الجزائري، وهل كنت تنتظر هذا السيناريو؟ كنا ننتظر الفوز بنتيجة 2-1 أم 1-0 رغم الأجواء الرائعة والجماهير الكبيرة التي ساندت المنتخب الوطني إلى غاية الساعة الأولى من الصباح، ولكن نتأسف لهذه الخسارة التي كانت لنا. نعم. هذا السيناريو هل كنت تنتظر؟ ماذا كان ينقص المنتخب الجزائري اليوم للتأهل في اعتقادي؟ والله كنا نستناو تأهل المنتخب الجزائري مع منتخب سويسرا، والمنتخب الجزائري ما كانش في المستوى اللي عودنا عليه، والمستوى اللي مال فيه لعب به كان مستوى ضعيف جدا. والمنتخب السويسري اغتنم الفرصة باش يتفوق علينا، وكان صنع خير منها، الملعب خير منها، ما صنع فرص خير منها وبصحتهم المنتخب السويسري. كان تفاؤل ربما في البداية، لكن ربما الأمور تغير. السلام عليكم، ونشكر الجمهور على تبادرهم وجو حضروا وسهروا معهم، ولكن المنتخب الجزائري كان ناقصه لا ديفونس،
بس دفاع معني. واننا عندنا لي جوار كان بولبينا وكلاعبين كان في الدوسيام ميطو من الاحسن انه يدخلهم، لكن ولا عنده اختيارات لانه كان خاسر هدف لصفر، كان قادر يعاود ويولي النتيجه ويقدر نفوزوا بهذه المباراه، ولكن هو خلى دقيقه الاخرى ودخل الجوار. هي التي قدر الله ما شاء. اذا هذه بعض ردود فعل الجماهير الجزائريه اكيد حزينه بهذا الخروج الغير منتظر. عوده لكم من جديد من الجزائر إلى المنطقة المحيطة الآن بملعب المباراة مع نافع بن عاشور والمزيد من ردود الأفعال بعد هذه المباراة. نافع تفضل. تحية ليك محمد سعدون والكباتن في الاستوديو. هارد لك للمنتخب الجزائري، حظ أوفر في قادم المواعيد، ربما أخطاء دفاعية وأخطاء قاتلة كانت المنتخب الجزائري خيبت أمال الجماهير الجزائرية الكبيرة التي جاءت اليوم وشجعت، لكن ربما في المستقبل في لاعبين شبان المنتخب الجزائري وفي أشياء تقدر يبني عليها المنتخب الجزائري بعد هذا الخروج. خويا الله غالب، هارد لك نقولوا الجمهور ما قصرش، قام باللي عليه، لكن خليني نقول أخطاء دفاعية قاتلة اليوم. أخطاء دفاعية قاتلة وعدم تركيز وعدم ثقة بالنفس. أخطاء دائما تصرى، بصح لازم الفريق يرجع ويفكر ويقعد قاعد يجرب انه يسجل ان شاء الله. ان شاء الله، لكن ان شاء الله القادم افضل. اكيد وان شاء الله تكون تجربة ايجابية. يعطيكم الصحة على حضوركم المميز. 1 2 3 فيفا الجيري. أكيد فما خيبة أمل، لكن هذه هي كرة القدم. أخطاء دفاعية حكمت في بداية كل شوط على المباراة تنتهي مبكرا. هذه المشكلة أنه عملنا نفس الأخطاء من لاست جيم. هارد لك للمنتخب الوطني، إن شاء الله القادم أفضل لكل المنتخبات العربية. اللعيبة اللي عملوا جهد وبذلوا مجهود يعطيهم الصحة، واللعيبة اللي ما عملوش مجهود إن شاء الله يتعلموا أحسن المرة الجاية إن شاء الله، خاصة المنتخب الجزائري فيه عديد شبان. بارك الله فيكم. أيضا جمهور الجزائري يستحق التحية، جمهور كان مثالي، كان رائعا، كما في المكسيك، في كانساس، وهنا أيضا في فانكوفر، يعني على امتداد يومين كان رائعا ومميزا. شكرا لنافع للجماهير الجزائرية التي ذهبت إلى فانكوفر وإلى كل مكان لعب فيه المنتخب الجزائري لتشجيعه في هذا المونديال. فاصل قصير نعود بعده بإذن الله تعالى. ابقوا معنا إن شاء الله. نعم بطبيعة الحال لا نريد أبدا أن نغادر هكذا وأن تكون خسارة هكذا، لكن هذا جزء من اللعبة ومن الرياضة. لعبنا بشكل جيد لكن ارتكبنا أخطاء دفعنا ثمنها في هذا المستوى. أعتقد أن هذا كل ما في الأمر، باستثناء ذلك لا أظن أنهم كانوا أفضل منا، لكن الأخطاء صنعت الفارق. أعلنت اعتزالك. نعم، مباراتي الأخيرة كانت هذه مباراتي الأخيرة. أنا سعيد بتقضية 12 عاما مع منتخب بلدي. كانت رحلة استثنائية ورائعة. أنا لا أعرف كم من مباراة وكم شاركت، ولكن أنا سعيد على الأقل فعلت ما يجب أن أفعله، وسعيد بأن أغادر وأترك للجيل الجديد مساحة لكي يلعب وليكتب تاريخه وقصته. شكرا لكم.